يا مساء النور والسرور. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. ان شاء الله النهاردة مع بعض هنقضي اليوم كده وهنغسل مع بعض على غسالة عادية خالص. عارفين الغسالات بتاعت امهاتنا زمان؟ هي دي الغسالة اللي انا هوريكم طريقتي فيها النهاردة في الغسيل. طبعا هتعرفوا التفاصيل كلها معايا، وكمان هنشوف شوية مشتريات كده اقتصادية وسهلة لازم تكون موجودة في بيتك لو انت بتحبي النظافة وكمان عايزة توفري في الحاجات دي. بجد هتوفر لك جدا، وكمان هتخلي دايما بيتك نظيف. كمان بقى هقولك على شوية اسرار كده بيهم هتخلي دايما بيتك نظيف وريحته حلوة وبيلمع من النظافة. تابعي الفيديو، ما تنسنيش باللايك والاشتراك في القناة، واكتبي لي كومنتات حلوة، واهم حاجة صلوا على النبي في الكومنتات قد ما تقدروا عشان كلنا ناخد حسنات. وتعالوا كده نبدأ اليوم ببركة ربنا، ونبدأ مع بعض كده بشوية حاجات لازم تكون موجودة في بيتك. الحاجات دي اقتصادية جدا وبجد هتوفر لك. طبعا احنا مش بس هنعمل روتينات، لا الروتينات دي هتكون فيها افكار كتير خاصة بالتوفير. وطبعا انتوا عارفين ان الدنيا يعني اليومين دول مزنقة مع الناس كلها، فان شاء الله باذن الله هقولك على شوية نصايح ان شاء الله هتقدري بيهم ان شاء الله انك تستوري بيتك ودايما بيتك يكون مليان خير وعمران. تعالوا كده نقول بسم الله ونبدأ بمشترياتنا. دي شوية مشتريات اقتصادية. أنا دايما بحب إن أنا أوفر في الحاجات اللي هي بتاخد مني فلوس كتير. وطبعا أنا من الناس اللي مهووسة بالمنظفات، فبحب دايما إن أنا يكون عندي منظفات بزيادة. وطبعا لو هشتري من الشركات فهدفع فلوس كتير جدا، فنصيحة مني ليكي لو انت عايزة توفري اشتري السايب، واعتقد ان هو جودته ما تقلش حاجة عن اللي هو بتاع الشركات، بل بالعكس جودته كويسة جدا وكمان بيوفر لك فلوس كتير. فانا نزلت اشتريت شويه الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. اشتريت برسيل جل واشتريت كلور ابيض وكلور الوان، وكمان اشتريت بيركس عشان بحب اغسل بيه الارضيات، واحط في كده نقطه كده بسيطه بيدي لمعه للسيراميك، وفي نفس الوقت بيخلي ريحه الشقه جميله جدا. ودايما بغسل بباهي لان باهي هو حلو قوي، انا جربته مع الغساله العاديه وبجد لقيته ما شاء الله بينظف. واكتشفت يا جماعه ان الغساله العاديه دي سحر سحر، اقول لكم بس استنوا نكمل باقي المشتريات. وكمان اشتريت العجينه البيضه اللي انتوا شفتوها دي. دي لازم تكون موجوده في بيتك، لازم. بتحبي النظافه هتنضف لك وتوفر لك. عايزه اقول لك انك بتستخدميها في اي حاجه، هتستخدميها في غسيل سجاد، هتستخدميها في غسيل ارضيات حوائط، هتستخدميها في كل حاجه حرفيا. بجد هي بتنضف وبتوفر، ومش هتصدقوا الكيلو منها بكام. الكيلو منها عامل 5 جنيه. فانصحك انك دايما تشتريها لان هي موفره وبتنضف. طبعا جبت الحاجات وانا مخصصه لهم كده كل واحده كل حاجه يعني عبوه، بفضل حاجه فيها عادي جدا. وتعالوا بقى نبدا مع بعض اسرارنا النصايح كده ذهبيه ان شاء الله باذن الله هتخليكي دايما بيتك نظيف. اول حاجه لو بتحبي النظافه وعندك حاجات كتير، لازم تصحي بدري. اصحي بدري وفتحي الشبابيك وهوي شقتك، وان شاء الله باذن الله هيدخلها طاقه ايجابيه ما تتخيليش هتعمل ايه. هتغير يومك وتغير مودك، وفي نفس الوقت هتخلي دايما اليوم الحمد لله بيمشي معاكي بسلاسه. والحمد لله هتبقي يعني بصي نيتك زي الفل. كمان برضو خلي دايما ايدك في الشقة اول باول، وان شاء الله باذن الله ده هتشوفوه معايا عملي. هتشوفوا كل النصايح اللي بتكلم فيها دي عملي، وهوريكم انا يومي بيمشي ازاي وبعمل ايه كل يوم، وكل يوم انا بخصص ساعة لايه. وباذن الله لو اتبعتوا من النصايح دي ان شاء الله هيبقى بيتك دايما نظيف. مش هتحتاجي ان انت تعمليه يعني تنظيفات عميقة، بالعكس انت هيبقى دايما بيتك نظيف. هتبقي عايزة نص ساعة بس في اليوم عشان تقدري تظبطي شقتك، انت مش عاوزة اكتر من كده. وطبعا واقفة في المطبخ والحر والكلام ده كله، او عموما وانتي بتعملي اي حاجة في البيت في الحر ده بيبقى ارهاق شديد جدا. فانتي لو اتبعتي النصايح دي ان شاء الله باذن الله مش هتتعبي، وهيبقى اليوم بتاعك سهل وبسيط. وزي ما قلت لكم كده دايما الجأوا للحاجات السايبة لو في المنظفات والكلام ده كله، وكمان غير المنظفات برضو هتشوفوا معايا يومي برضو في المشتريات بتاعة الاكل والكلام ده كله هتشوفوها ماشية ازاي. عايزاكم بس لو انتوا معايا لحد هنا شجعوني باللايك والاشتراك في القناه، وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي انتوا جايين لي منين بالظبط، شايفيني عادي كده في المقترحه ولا جايين لي من القناه التانية. وان شاء الله باذن الله هتستفادوا. اتمنى كده ان اسلوبي وادائي يعجبكم باذن الله. كمان عايزه اقولك على حاجه، ان بصي بقى طول من ما انتي شغاله في بيتك انا عايزاكي دايما اذكري الله اذكري الله قد ما تقدري، هتلاقي كل حاجه معاكي هتخلص بسهوله جدا جدا جدا. انا حبيت اقولك على النصيحه دي لانها بجد مهمه. هتخلي يومك كله بركه، هتخلي يومك كله رزق، هتخلي يومك وحياتك بجد والله العظيم هتفرق معاكي جدا. قبل اي حاجه قومي فتحي شبابيك بيتك وخلي يومك كده كله طاقه ونشاط وحيويه. وان شاء الله باذن الله قضي الورد بتاعك الاول قبل ما تبداي اي حاجه. طبعا لو هتصلي صلي، لو هتقراي قران ماشي، اي حاجه انت تعمليها قبل ما يعني خصصي ساعه كده الصبح بدري اول ما تصحي لازم تعملي فيها الورد بتاعك. شوفي نفسك الاول وبعدين قضي طلبات بيتك. وطبعا لو صاحيه بدري هتلاقي اليوم معاكي حلو قوي. ان
ان شاء الله باذن الله هيسيع كل حاجه بتعمليها في اليوم. وطبعا ده بقى الغساله العاديه بتاعتي. بصوا الغساله العاديه دي ليها قصه كده. انا كان عندي غساله فوق اوتوماتيك، تمام، اللي هي ام روحين، وباظت، تمام. فطبعا انا مش هعرف اغسل على ايدي، ومش هعرف اجيب غساله دلوقتي، لان الغساله بتاعتي اللي حصل فيها ان هي لازم يتغير لها موتور، والراجل قال لنا تقريبا سعره بسعر الغساله كلها. فروحت اسال على غساله لقيتها عامله 6 و7 اسعار كده يا جماعه، وعايزه اقول لكم ان هي فوق اوتوماتيك مش اوتوماتيك. فطبعا حماتي انقذتني وادتني الغساله دي، قالت لي ايه، قضي بيها الغرض اليومين دول لحد ما ربنا يسهل وتجيبي غساله. وان شاء الله باذن الله يعني ادعوا لي كده ربنا يكرمني ويقدرني واعرف اجيب غساله تانية الفتره اللي جايه، لان الغساله دي انا بخاف منها موت 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 بجد، بخاف منها قوي. وكمان كهربتني كذا مره، فبدعوا لي بقى ربنا يسترها معايا كده. لاني طبعا ايه، انا بغسل كتير في الصيف، انتوا عارفين عشان لبس الصيف كتير مختلف عن الشتاء، كمان بتغيري كل شويه. فالحمد لله دعواتكم كده، وادعوا لي كمان ان انا اعزل من الشقه اللي انا فيها. المفروض ان انا يعني واخده شقه جديده، وان شاء الله باذن الله هنوضبها مع بعض وهنعمل، بس لسه شويه الموضوع لسه قدام شويه. فاستنوا بقى روتينات قويه جدا في شقتنا الجديده، وان شاء الله باذن الله هننقل مع بعض، وهتشوفوا بقى حاجتي الجديده وعفش الجديد. احنا بس هنقضي كده الفتره دي كده بالحاجه الموجوده، وان شاء الله باذن الله هتلاقوا الجديد كله معايا. بتمنى تحطوا لايك للفيديو، واستناكم